السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم نادين نور ستار. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أتم الأحوال وبكامل الصحة والعافية. مرحبا بالناس الجداد ومرحبا بالناس اللي معايا منذ بداية القناة. اليوم إن شاء الله فيديو جديد أو اقتراح جديد، مقروض في الفرن بدون قلي بمقادير مضبوطة، ناجح من أول تجربة. هشيش ولذيذ معلك كيدوب في اليد قبل الفم بطريقة جد سهلة بدون طابع وبكمية وفيرة. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه. ما نطولش عليكم اكثر، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. نبداو على بركة الله. اول شيء غادي نحضروا عجينه التمر. غادي نحتاجوا 500 غرام من معجون التمر. حاولوا تاخذوا النوعيه الجيده. كنضيف لها ملعقه كبيره من مسحوق القرفه يعني الدارسين مع ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر، وتقدروا كذلك تضيفوا قطرات من روح الزهر اذا كانوا متوفرين عندكم. من بعد غادي نضيف الزيت النباتيه كيف ما غادي تشوفوا معايا. غادي نضيف الملعقه الاولى من زيت نباتيه، ثم الملعقه الثانيه، وقليل من الزنجلان اللي كيكون محمر. بالنسبه لهاد العجينه ما استعملتش فيها الزبده، استعملت غير الزيت النباتيه. كنخلطوا المكونات جيدا حتى كتندمج وكنحصلوا على عجينه التمر اللي كتكون بهذا القوام، ما كتلتصقش باليد. بالنسبه للزيت غادي يخلي التمر ما يخرجش من المقروط ملي يكون في الفرن. من بعد كنشكلوها حرابل بهذا الشكل، وضروري نغطيوهم ببلاستيك غذائي باش ما ينشفوش ويبقاو محافظين على الرطوبه ديالهم. غادي نغطيوهم بلاستيك غذائي ونخليوهم جانبا في سطح العمل، ونمشيو نحضروا العجينه ديال المقروط. بالنسبه لعجينه المقروط غادي نحتاجو كيلوغرام من السميده الرقيقه، يعني اللي كنحضروا بها الحرشه. كنضيف لها كاس من الدقيق القياس بكاس العنبه. كنخلط هاد المكونات حتى كتندمج مع بعضها البعض. ضروري تخلطوهم باش ما يبقاوش فيهم دوك التكتلات ديال الدقيق مع السميده. من بعد كنضيف الملح اللي كيبقى على حسب الذوق، وكنضيف كيس من زهرة البرتقال، هذا كيبقى اختياري. كنخلط المكونات مرة أخرى حتى كيندمجوا جيدا، ومن بعد غادي نضيفوا الزبدة اللي كنكونوا ذوبناها حتى كيتزول منها الحليب اللي فيها. انا هنا استعملت غير زبدة المارغرين، يعني كأس ديال الزبدة، وكنضيف ليه كذلك كأس من زيت نباتية. وتندخل هاد المكونات في هاد الخليط حتى كيتلبسوا بالزبدة والزيت. ضروري تخدموها مزيان باليد ديالكم حتى كتشرب الزيت والزبدة. هذا سر من اسرار اللي كيخلي المقروط ينجح ويجي هشيش وشارب العسل. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل، كنتاكد بان السميده تشربات الزبده والزيت. من بعد ما كملنا هذه العمليه غادي نغطيوها ببلاستيك غذائي ونخليوها مده نصف ساعه. من بعد كنرجعوا لهذا الخليط اللي عندنا. غادي نضيف ليه 2 معالق من العسل، تقدروا تعوضوهم ملعقه كبيره من السكر حبيبات مع كأس من ماء الزهر. ومن بعد كنكملوا العجين ديالنا بالماء العادي، يعني ماء عادي ديال الصنبور ما يكونش دافئ. كنضيفوه تدريجيا حتى كنحصلوا على عجينه بهذا الشكل. كنجمعوها برؤوس الاصابع فقط. نحاولوا انها تكون رطبه بهذا القوام هذا بحال الشكل ديال الحرشه، وغادي نغطيوها بلاستيك غذائي مده 5 دقائق ونخليوها تشرب واحد شويه. من بعد كنرجعوا للعجين ديالنا. غادي نقسموها الاجزاء متساويه اللي غادي نشكلوهم على شكل حرابل، يعني على حسب القياس اللي بغيتوهم كبار او صغار او متوسطين. انا هنا قسمت العجين اللي عندي على 8 ديال الاجزاء بهذا الشكل هذا. غادي نشكلوهم كويرات بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا معايا، وكنخليوهم في سطح العمل كذلك
كيف ما شفتوا انها تشربات، ما بقاتش كتلتصق باليد نهائيا. ومن بعد غادي نغطيوهم بلاستيك غذائي كيف ما غادي تشوفوا معايا. ضروري تغطيوها باش ما كتنشفش، لان السميده كتنشف بسرعه. كناخذ القطعه الاولى من العجين، كنرش سطح العمل بقليل من السميده رقيقه، وتنشكلو على شكل حرابل بهذا القياس هذا. كنوضع واحد الخط في الوسط بالاصبع ديالي اللي غادي نوضعوا فيه الحرابل ديال التمر، وكنغلقوا عليه جيدا. حاولوا انكم تغلقوا عليه جيدا، وتنرجعوا يعني نحربلوها على سطح العمل. الا شفتوها كتلتصق رشوا غير القليل من السميده. كنقادوها مزيان من الجوانب باش كيجينا قياس واحد كيف ما شفتوا معايا بهذا الشكل هذا. كنقادها باليد ديالي باش كيجينا قياس واحد ديال هاد الحرابل ديال المقروط. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنتاكد انها يعني تقادات مزيان وبنفس الحجم. هذا هو الشكل ديالهم. من بعد غادي نبداو كنقطعوا هذوك الجوانب اولا، وتنبداو من بعد كنقطعوا القطع ديال المقروط حسب الرغبه ديالكم، كبار او صغار. انا شكلتهم غير بهذا الحجم هذا، يعني متوسطين، لان مازال الحجم غادي يتضاعف ملي ندخلوهم الفرن. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل هاد الحرابل الاولين اللي حضرت. ومن بعد غادي ناخذ صينيه الفرن، ما كندهنوها، ما كنوضعوا فيها حتى شي حاجه، لان المقروط راه شبعان بالزبده والزيت. ضروري ما توضعوا لا ورق الطبخ وما ترشوش صينيه الفرن بالسميده او دهنوها بالزبده او الزيت. غادي نوضعهم بهذا الشكل هذا وغادي نخليهم، وغادي نكمل تتمه التحضير. غادي ناخذ كذلك قطعه اخرى من العجين، كنحربلوها غير واحد شويه، وكنفتحوها من الوسط غير بالاصابع ديالنا بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا طريقه التحضير جد سهله، ما تحتاجوا لا طابع لا مرشم لا حتى شي حاجه. غادي نوضع التمر في الوسط، وغادي نجمعوا لها الجوانب جيدا، ونغلقوا على التمر باش ما يخرج ليناش في العجين. ضروري من هذه المرحله تاكدوا منها بهذا الشكل هذا. غير جمعوا العجين جيدا، راها كتجمع بسهوله. وكنرجعوا كنحربلوها مره اخرى باش كتاخد شكل واحد وشكل يعني بنفس الحجم. كنقادوها باليد ديالنا بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نبداو نزولوا الجوانب كيف ما غادي تشوفوا معايا، وغادي نقطعوها القطع اللي غادي تكون متساويه على حساب القطعه الاولى اللي كنا قطعناها. كنزولوا دوك الجوانب وكنبدا كنقطع غير بالقطاعات العجينه او بسكين، يعني طريقه راها جد سهله وواضحه ومفهومه. كيف ما شفتوا معايا كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل هذه الكميه اللي عندي كلها. كذلك غادي نوضعها في صينيه الفرن بهذا الشكل. كيف ما شفتوا معايا يعني التمر ملي استعملنا معاه الزيت، يعني راه العجينه التمر ما غاديش تخرج لكم من القطاع ديال المقروط نهائيا، كتبقى متماسكه وشاده راسها واخا ندخلوه الفرن. غادي نستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها، وهذه هي الكميه اللي عطاتني ما شاء الله كميه لا باس بها. كيف ما شفتوا معايا غادي نخليه حتى كينشف مزيان، يعني كنخليه في مكان اللي ما كنغطيه ما حتى شي حاجه حتى كنشوف بان القطع ديال المقروط نشفوا. غادي تشوفوهم معايا من بعد. غادي ناخذ واحد القطعه كيف ما كتشوفوا شاده راسها مزيان، كتكون نشفات لانها معجونه بالزبده والزيت، يعني مشربه الزيت والزبده مزيان. راهم ناشفين في هذه المرحله هذه. غادي ندخلهم الفرن على نار متوسطه، النار من الاسفل فقط حتى كيتحمروا وكيتضاعف الحجم ديالهم. من بعد كنشعلوا على الوجه ديالهم وكنخرجوهم مازالين سخونين مباشره. كنسقيوهم بالعسل. بالنسبه للعسل كنخفوه شويه بماء الزهر، كنضيف له غير واحد نصف كاس ديال ماء الزهر، وكنسقيو به هذا المقروط هذا ونخليوه يتشرب العسل مزيان. ضروري يكون مازال سخون وتسقيوه بالعسل باش كيتشرب العسل. كيف ما شفتوا
صينية الفرن الاخرى كذلك غادي نسقيها بالعسل بهذا الشكل هذا، ونخليهم يتشربوا العسل مزيان. وضروري ترجعوا تدخلوهم للفرن اللي كيكون مازال سخون، كنطفيو النار وكندخلوهم للفرن اللي كيكون مازال سخون كيتشربوا العسل مزيان. وهذا هو الشكل ديالهم من بعد ما تشربوا العسل كيف ما شفتوا معايا. هذا هو الشكل ديالهم، كيجي رائع ما شاء الله، ما نقول لكمش، واحد المذاق في قمه الروعه وشارب العسل معلك وهشيش. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. راه سهل في التحضير، غير التزموا بالمقادير غتحصلوا على مقروط في قمه الروعه. وهذا هو الشكل النهائي ديال المقروط اللي شاركت معكم اليوم. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. سهل في التحضير بدون قلي. هذا هو الشكل ديالو، كيجي محمر شارب العسل هشيش كيذوب في اليد قبل الفم. نتمنى انكم تجربوه وينال الاعجاب ديالكم. لو وصلتوا معايا حتى لهنا ما تنساونيش من اللايكات، الله يخليكم الله يكبر بكم. اللي شاف الفيديو يدير لايك باش يوصل لاكبر عدد من الناس، وما تنساوش البارطاج مع الجميع باش تعمل فائده ويستفد الكل، وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. شكرا لكم على تشجيعكم ودعمكم، شكرا على كلامكم الطيب وقلوبكم طيبه. دمتم سالمين والى فيديو لاحق بحول الله. بسلام عليكم.